في سنة 1989 حدثت جريمة هزت محافظة الإسكندرية ومصر كلها. بدأت بلحظة رعب لا تنسى، عندما عثر أهالي المدينة على حقيبة كبيرة فيها أشلاء بشرية على شاطئ البحر. انتشر الخبر في دقائق قليلة، وانتقل الرعب بين الناس كالنار في الهشيم، فلم يتوقع أحد أن يرى مشهدا يشبه أفلام الرعب على رمل البحر. بدأت المباحث الجنائية العمل فورا، وتم رفع البصمات من كف الجزء البشري، وبعد ساعات من الفحص تم التعرف على صاحب الجثة. كان هو إلهامي فراج، رجلا مشهورا في الإسكندرية بالنصب والاحتيال، ومعروفا بين الناس بالاستغلال والطمع. ومنذ لحظة التأكد من هويته توجهت الشبهات إلى زوجته ناهد القفاص، التي تحول اسمها في أيام قليلة إلى عنوان يتصدر الصحف والمجلات. ناهد كانت سيدة من أسرة متوسطة، حصلت على الشهادة الإعدادية، وتزوجت سابقا من رجل ثري عربي فجمعت بعض المال، ثم تزوجت ثانيا من رجل من الإسكندرية. وفي يوم وهي في قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية تعرفت على إلهامي فراج، وعرض أن يوصلها إلى بيتها في منطقة سان ستيفان، فوافقت، ومن هنا بدأ الكلام. وقعت ناهد في فخ المشاعر وتزوجت، ثم اكتشفت أنه يستغلها ويسرق أموالها بلا رحمة. باع شقتها التمليك ذات ال6 غرف، واشترى فيلا في كينج ماريوت باسمه، وسرق سيارتها، واستولى على مجوهراتها التي تتجاوز قيمتها 100,000 جنيه، وسحب رصيدها من البنك وكان 35,000 جنيه. وبينما هي تفقد كل شيء حدثت الصدمة التي لا تغتفر. في يوم واحد دخلت بيتها وسمعت صراخ ابنتها. عندما اقتربت من الغرفة رأت زوجها يمزق ملابس الطفلة ويحاول أن يؤذيها. شعرت بخوف ورعب شديد، فأخذت الطفلة وأخرجتها من الغرفة سليمة، وحملتها إلى بيت أمها، ثم عادت بعد ساعتين ووجدته نائما. جلست بهدوء جانب السرير، أخذت سكينة صغيرة من طبق فاكهة، وبهدوء وبرصانة سددت الطعنة الأولى. قالت في نفسها: هذه من أجل ما فعله بي، والطعنة الثانية من أجل أبنتي، والثالثة من أجل أهلي. وبعد أن فقد الحياة قررت تقطيع الجثة للتخلص منها، ووضعت الأجزاء في حقيبة قديمة وألقتها خلف مبنى معتم قرب مدرسة كلية النصر. ظلت في بيت أمها 6 أيام، تفكرت فيما حدث واستعادت قوتها. قضت المحكمة عليها بالسجن المؤبد، وتم تخفيف الحكم إلى 15 سنة. ومن هنا جاءت قصة فيلم المرأة والسطور، الذي قامت ببطولته نبيلة عبيد، واستلهمت أحداثه من هذه الجريمة الحقيقية. إن أعجبكم الحكاية لا تنسوا الاشتراك والمتابعة، فالقادم أقوى، وأسرار لم تروى من قبل.